اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. اشتكيتولي يا ميرو بقالك فتره طويله ما بتعمللناش الوصفات البيتي اللي نمشي بيها حالنا واللي بتكون اقتصاديه وموفره بدون خامات ولا مكونات تجاريه. انا الاتنين النهارده ان شاء الله هنعمل صابون سائل لغسيل المواعين، وكمان ينفع لغسيل الملابس، بس هقول لحضراتكم ايه الاضافات اللي ممكن نحطها. ولكن قبل ما ابدا الفيديو، الوصفه دي يا جماعه ما تنفعش تجاري، بمعنى ان ما ينفعش حضرتك تعمليها وتبيعيها. ونصيحه مني بقى، ولا كمان تدي منها لجيرانك ولا لاصحابك. ليه كده يا ميرو؟ هقول لكم اثناء الفيديو انا ليه بقول لكم الكلام ده. لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي اميره شعراوي، ودي قناتي قناه ميرو شعراوي. هنعمل ان شاء الله النهارده حوالي 3.5 لتر من الصابون السائل باسهل طريقه. طيب دول يا جماعه بواقي صابون البشره اللي احنا بنحوشهم عندنا. اي بواقي صابون بشره شيليها، ما ترميهاش، حطيها كده في برطمان، ويا ريت تكون ناشفة مش مبلولة، علشان يعني تعرفي تبشريها بسهولة، ما تعجنش معاكي لما تيجي تبشريها. طيب اي كمية النهاردة احنا مش هنلتزم بيها. ليه؟ لان دي وصفة لينا احنا في البيت. يعني اعملي الكمية اللي انت عايزاها وهتظبطيها بقى بالنظر. انا دلوقتي جبت بواقي صابون البشرة. طبعا لو حابة تستخدمي صابونة جديدة مفيش اي مشكلة، بس اكيد خسارة. احنا الهدف من الوصفات بتاعتنا ان احنا نوفر. انا بشرتها زي ما حضراتكم شايفين. وكمية بشر الصابون اللي أنا اشتغلت عليها النهاردة كانت حوالي مج كبير كده مليان من بشر صابون البشرة. طيب هنزل عليها بلتر من المية المغلية علشان أقدر إن أنا أدوبها بسهولة بدون بقى ما ارفعها على النار. ما انصحكوش باستخدام الهاند بلندر ولا باستخدام الخلاط. ليه؟ علشان خاطر انا مش عايزه فوم كتير. طبعا اول دلوقتي ما هحط ده في الخلاط وهبدا ان انا اضربه هيعمل لي فوم كتير، وانا مش عايزه كده. هو على فكره مش هياخد مني وقت طويل طالما الميه اللي انا استخدمتها مغليه. اي نوع صابون بشرة ينفع معانا في الوصفة دي. من عيوب وصفات صابون البشرة حاجتين: اول حاجة ريحة الصابون بتكون باينة، او بعض من حضراتكم بيبقى فاكر ان ريحة الصابون هتكون باينة، وتاني حاجة انه بيرجع يكتل تاني بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده مهما نخفه. عشان ما يكتلش احنا بنضطر نزود مية، وكل ما بنزود مية كل ما الرغوة بتقل. فاحنا النهارده ان شاء الله هنعالج الموضوع ده. ما فيش، انا ركنته بالظبط نص ساعه. الجو دلوقتي برد شويه فكان رجع اتجمد بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وقلت لكم قبل كده ان صابونه البشره عشان ما ترجعش تتكتل معاكوا تاني، او يعني تبقى بالشكل تتجمد معاكوا تاني، فهي ممكن تاخد لحد 7 لتر ميه. تصدقوني او ما تصدقونيش، بس يعني جربوا موضوع ان فعلا لتر هتتجمد، لترين هتتجمد، او هتبص تلاقيها بدات تبقى تقيله قوي. طيب انا عملت ايه؟ بدأت ان انا انزل عليها بلتر مية تانية من الحنفية. مش لازم بقى خلاص مية سخنة ولا مية مغلية. يبقى لو نزلت بلتر من المية المغلية وبعد كده نزلت بلتر من المية العادية. هبدأ بقى انا اركنها كده على جنب، وهجيب دلوقتي صابون الغسيل اللي احنا بنعمله مع بعض من الزيت والصودا الكاوية. وطريقته سهله جدا وموجود على الفيديو اكتر من 5000 قناه فيهم طريقه عمل الصابون ده. لسه عاملينه امبارح باسهل طريقه بدون قوالب وبدون امكانيات كتير. عملنا كميه كبيره جدا جدا، كنا اشتغلنا على 8 لتر تقريبا من الزيت. وقلت لحضرتك ان بابسط المكونات هتقدري تعملي الصابون ده، لانه هنا كان عدى عليه فتره طويله، فلما ببشره بيبقى عامل زي البودر كده. اقدر ان انا الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده اجيب مثلا كيس اوكسي او كيس اي مسحوق غسالات عاديه من محلات المنظفات واضيفه عليه، هيدينا نتيجه حلوه جدا جدا، وهينضف معايا، وكمان هيقضي على الريحه، ريحه الزرنخه اللي بتكون موجوده في الزيت يعني. طيب انا دلوقتي بدات انزل كده بلتر من الميه المغليه، وده بقى هيتفك معايا اسهل بكتير من الصابون البشره. صابون البشره بياخد وقت شويه بسبب شمع المكرونه اللي فيه، ولكن صابون الغسيل بمجرد ما انزل عليه بميه بيدوب معايا. وعلى فكره ما بيرجعش يتجمد ولا يتكتل تاني. هو ممكن يبقى تقيل، يعني معجون تقيل، لكن مش حاجه مكتله او متجمده. صابون الغسيل يا جماعه بيوفر معانا كتير قوي قوي، وبجد مش مصدقه ان في ناس لحد دلوقتي لسه ما جربتهوش. جبت بقى صابون البشره اللي انا كنت نزلت عليه بلتر ميه، وبعدين سبته يجمد ونزلت عليه بلتر ميه تاني، وحطيتهم بقى الاتنين على بعض. جربوا الطريقه دي يا جماعه، بجد موفره جدا وسهله جدا، وهتحبوها جدا جدا. ليه يا اميره قلتي ما نديش منها لجيراننا مثلا او لاصحابنا او الكلام ده كله؟ بصوا، الصابون ده انا هنا زودت لتر ميه تانية اهو. عايزه بقى القوام اللي انا عايزاه بمزاجي وبراحتي. الوصفات دي يا جماعه بتبقى حلوه قوي اول ما بنعملها.
كل ما هتقعد كل ما رغوتها بتقل. سيبكوا بس من الناس اللي يعني اميره قالت حاجه فاحنا لازم نطلع بفيديو تاني يوم نزايد عليها ونثبت ان هي بتقول كلام غلط. بصوا يا جماعه انا عاملاها بقالي 15 سنه وجميله وما تاثرتش. لا، بتتاثر والرغوه بتقل. وصدقوني اسمعوا اللي انا بقول لكم عليه. عايزين تسمعوا كلامي انا تحت امركم، بس مع الوقت الصابون ده رغوته بتقل. الجميله ام روكا كانت قالت ان هي بتحبه كمعجون. يعني انا لما سالتها لما كنت في زياره ليها واتشرفت بمقابلتها قالت لي انا بحبه كمعجون. انما كصابون سايل كده ومبشور والكلام ده لا طبعا انا يعني ما بعترفش بيه. ماشي بيمشي حالنا بس ما علينا. دلوقتي انا جبت معلقه هرميه ملح ليه؟ علشان ازود من الشفافيه وكمان ازود من اللزوجه. كل ده لينا احنا في البيت، مش تجاري ومش بيع. ليه بقى بقول لك ما تديش لحد منه؟ علشان اول ما هتعمليه هيبقى جميل قوي. لو هي خدته جربته ماشي، نظرا لان هي مش دافعه فيه حاجه وانت مديها لها كده يعني حاجه كادو، ماشي مش هتقول لك حاجه. انما هي مش هتبقى مقتنعه بيه لو هي بتستخدم صابون جاهز وخصوصا بتاع الشركات. لو جربتي بعد كده، بصوا يا جماعه الملح عمل معايا ايه. بصوا ازاي تقل القوام وتقل وزود الشفافيه وما شاء الله هو جميل قوي قوي. بس برضو ما تبيعوش. ولا انا عشان بقولك جميل قوي هتبيعيه؟ لا برضه ما ينفعش يتباع. لو اديتي لحد منه تمام وهي مش هتكسفك لان هي واخده هديه. انما لو جيتي بعد كده تشتغلي تجاري وتفكري انك تبيعي تعملي بقى وتبيعي، هتبقى فاهمه ان الحاجه اللي هي تشتريها نفس اللي انت بتعمليه ده. يعني هي مش هتعترض عليكي لان هي واخده هديه. فانا لو حد جاب لي هديه حتى لو مش عجباني هسكت. انما لو انا دافعه فيها فلوس لا هقول لك بقى تعالي دي مش عجباني ومش حلوه. فتخوفا من ان انت لو جيتي تشتغلي تجاري بعد كده وحبيتي ان انت تبيعي هيبقوا فاهمين ان هو لا 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 ده اميره، لا لا اميره الصابون انا بتكلم على الصابون ده، لا لا الصابون اللي بتعمله مدهن ومش حلو ومش عاجبنا فلا لا احنا خلينا في الجاهز احسن. انا اجازف ليه واروح اشتري؟ انا هدفع فلوس هدفع فلوس اشتري صابون من بره احسن وخلاص. والله يا جماعه ما تزعلوش ان انا يعني بطول معاكم شويه، بس انا بنصحكم نصيحه لوجه الله تعالى. حتى ما تديش منه لحد وخليه لك انت في البيت ماشي بيه حالك. طيب دلوقتي عايزه ازود بقى الريحه بتاعته. وانا عارفه ان في كتير من حضراتكم ما عندهمش الزيوت العطريه اللي هي سواء بقى ريحه الليمون او ريحه النعناع بتاعه الصابون التجاري الجاهز. فالبديل هيكون صابون شركات. هناخد منه مج ونص مجين. انا قلت لكم طالما احنا بنشتغل لنفسنا في البيت مش هنلتزم بالكميات. الحاجات دي ترجع لنظرك انت. افرضي انك عندك كيلو صابون سائل او ازازه صابون سائل وحابه تحطيها مفيش اي مشكله. عايزه تحطي كوبايه واحده مفيش مشكله. انا بعمل ايه؟ انا بدي ريحه عشان بس ريحه صابون الغسيل اللي هي بتبقى شويه فيها زرنخه، وكمان عشان ريحه صابون البشره ما تبقاش باينه. فحطيت كده كوبايه من البريل الجاهز بتاع الشركات واللي احنا برضو عاملينه مع بعض في القناه. القوام يرجع لك. عايزه تحطي لون حطي لون مفيش مشكله. انا سبت شويه لحد ما يتقل. رغوته تحفه، كلنا عارفين رغوه صابون البشره قد ايه حلوه. رغوه صابون الغسيل برضو جميله وبينظف وبيلمع. مفيش اي ريحه خالص ما تقلقيش. الكميه دي ممكن تقعد معاكي شهر. عايزه بقى تستخدميه لغسيل الملابس استبدلي كوبايه صابون السائل اللي احنا حطيناها بكوبايه او كوبايتين من البرسيل جل ان شاء الله حتى اللي حضرتك شارياه من محلات المنظفات. مش لازم حاجه غاليه يعني. انا كده خلاص خلصت الفيديو. قلت لكم الكلام اللي خلص ضميره قدام ربنا. انا بحبكم جدا في الله وما تزعلوش مني لو انا مقصره معاكم شويه. انتوا عارفين طبعا زي ما حضراتكم عارفين انا بدات في بيع الخامات والقوالب السيليكون والكلام ده، فاكيد الموضوع ده بيستقطع مني وقت شويه. بجد كنت سعيده معاكم جدا جدا. اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير. كنت معاكم ميرو شعراوي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.